تقفل مصنعك وتمشي عمالك ده قرار صعب جدا، واحنا يمكن بقالنا سنتين اغلبنا القرار ده اقتصاديا هو الصح، لكن انسانيا واجتماعيا مش صح. فاحنا كلنا بنحاول بقدر الامكان الى ان احنا نعدي الازمه دي وباي خسائر، لان احنا زي ما كسبنا برضك مش مشكله ان احنا نخسر سنه واثنين وثلاثه. لكن برضك لو تيجي تبص من ناحيه وجهه النظر الاخرى، ان المعيشه غليت، اسعار المواد التموينيه زادت، فبرضك العامل برضك معذور ان هو بيطالب بزياده مرتبه. بس انا لو ازود مرتب العمال بتوعي هيمثل تكلفه اضافيه، فبدل ما كنت دلوقتي ببيع 20% من معدل مبيعاتي السنويه مش هبيع حاجه. طب قطاع الصناعات الهندسيه متوسط اجر العامل فيه يبدا من كام؟ متوسط اجر العامل عندنا في حدود حوالي 2000 جنيه 2000 جنيه متوسط. متوسط. اه